ناشئ في رحاب القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ناشئ في رحاب القرآن الكريم، يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. حياكم الله مستمعي الكرام، وحلقة جديدة من برنامج ناشئ في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة نسجلها في منطقة جازان. أسعد بأن يكون معي فضيلة الشيخ ناصر ابن محمد بشيري، مشرف تربوي في تعليم جازان ومشرف حلقات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بصامتة. حياكم الله شيخ ناصر. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا التسجيل. ونتعرف على ناشئ هذه الحلقة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عمر علي عبد الله عكور، أتابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال. ما شاء الله تبارك الله. عمر، كم عمرك وكم تحفظ من القرآن الكريم؟ عمري 18 وأحفظ 12 جزءا. ما شاء الله تبارك الله. إذن لك حرية الاختيار فيما تشاء من القرآن الكريم. أسمعنا والمستمعين الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب
سليم. ما شاء الله تبارك الله عمر، بارك الله فيك، تلاوة مميزة واختيار موفق لموضوع الآيات يناسب المقام. شيخ ناصر حفظكم الله، تعليقكم على تلاوة عمر حفظه الله وبارك فيه. ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خيرا على هذه التلاوة الخاشعة الطيبة المباركة إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يوفقك لحفظ القرآن الكريم كاملا وتصلي بالناس بهذه التلاوة الطيبة الخاشعة، وجزاكم الله خيرا. إذن شيخ ناصر، سؤال التجويد في هذه الحلقة: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، في كلمة الضالين؟ مد لازم ويمد بمقدار 6 حركات. جزاكم الله خيرا، إجابة صحيحة. وسؤال معاني الكلمات شيخ ناصر: ما معنى قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ أي واجعل لي ثناء حسنا وذكرا جميلا في الذين يأتون من بعدي إلى يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة. مستمعي الكرام، انتهت هذه الحلقة، ولا يسعني إلا أن أشكر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطوال بمنطقة جازان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناشئ في رحاب القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ناشئ في رحاب القرآن الكريم، يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد الله ابن شويش الشويش.